أنا بلبس نضارة من وأنا صغيرة عشان نظري ضعيف، والنهاردة وإحنا قاعدين بنتغدى وكلنا بناكل لقينا أختي المفعوصة سارة سرحانة معايا ومش بتاكل. ماما بتسألها مش بتاكلي ليه يا حبيبتي؟ قالت لها في سؤال جه في دماغي وأموت وأعرف إجابته، وراحت بصالي وقايلالي هو أنت ليه مش بتلبسي النضارة وأنت نايمة؟ قلت لها إيه السؤال الغبي ده وهلبسها ليه وأنا نايمة؟ قالت لي أمال بتشوفي في الحلم إزاي؟ المشكلة مش في كده خالص، ده ماما ردت عليها وقالت لها تصدقي معاكي حق يا بنتي يا سارة. ومش كده بس، ده في مرة مثلا كان جاي لأختي الكبيرة واحد هيخطبها وجاي هو وأهله يقعدوا مع بابا، ومبدئيا بابا كان موافق على العريس ونده علينا عشان نطلع نقدم الشربات للضيوف، وطبعا المفعوصة سارة طلعت معانا. فأبو العريس أول ما شافها افتكرها طفلة بريئة زي باقي الأطفال وبيهزر معاها وبيقول لها إيه العسل ده، أنا خلاص هحجزك لحفيدي عشان يتجوزك. البت راحت بصاله بكل كاريزما وقالت له مش لما نوافق على ابن حضرتك الأول يا عمو نبقى نشوف موضوع حفيدك؟ طبعا الراجل ضحك عشان ما يبانش عليه إنه عايز يرزع دماغ سارة في الحيط.